السلام عليكم أبناء الطلبة والطالبات، وأهلا بكم. ومعانا احنا طبعا إن شاء الله هنا القاعدة ال14 من قواعد كورس الترجمة بتاعنا. تمام. الكورس الخاص بالمستر ياسر السمان. طبعا هو مطبوع على مذكرات وكده، لكن احنا لازم كنا ننزله على القناة في اليوتيوب عشان الفايدة تعم الناس كلها. اوكي، كلمات التوكيد. في كلمات بأكد بيها الكلام في اللغة العربية زي كلمة إن وقد ولقد. في العربي موجودة، بس في الانجليش ليس لها ترجمة. في العربي بنقول ان الكوارث، ان المعرفة، ان الموارد البشرية. لا، في الانجليش بتبدأ لي من الكوارث من غير ان، بالمعرفة من غير ان، بالموارد البشرية من غير ان. تعالوا نشوف. ان الكوارث الطبيعية كثيرة جدا مثل الجفاف والبراكين. يبقى لا، سوري معلش سوري. ان الصناعة، خلاص احنا هنبدأ من الصناعة على طول. industry اللي هي الصناعة is تكون the basis of development، أساس التطور. تمام. إن الكوارث الطبيعية كثيرة جدا مثل الجفاف والبراكين. يبقى natural disasters، الكوارث الطبيعية أو ممكن نختصرها بكلمة catastrophes are numerous يعني عديدة. such as مثل الدرافت، تمام، الجفاف والفولكانوز. إن المعرفة النولج، هنبدأ بالنولج على طول يا ولاد. النولج مالها؟ والابتكار and innovation. knowledge and innovation هما قاعدتان في التقدم في المستقبل. are the two bases، هما القاعدتان of التقدم اللي هو البروجريس. قاعدة التقدم البروجريس in the future في المستقبل، بس ملهاش مكان عشان تعرفين المذكرات بتكون مزنوقة شوية على أساس إن إحنا بنشتغل هنا في الصفحة البيضاء اللي قدامها، بس أنا مش عايز أعمل كده. إن الموارد البشرية الهيومن ريسورسز تعد، إيه تعدد يعني تكون، اللي هي إيه آر، إن الموارد البشرية جمع. العامل الرئيسي المين فاكتور للإنتاج الاقتصادي. يبقى هنقول human resources are تكون the main factor للإنتاج الاقتصادي. إيه هو الإنتاج الاقتصادي؟ اللي هو البرودكشن أو manufacturing production أو manufacturer production. وبكده تكون انتهت القاعدة ال14 بتاعت إن وقد ولقد، وكل كلمات التوكيد في العربي موجودة، لكن في الإنجليزي ملهاش ترجمة. شكرا لكم، وكان معاكم مستر ياسر السمان.